السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام، معاكم رانيا عبد الرحمن من برنامج سنة أولى جواز. هنستكمل معاكم باقي الأسباب اللي بتعكنن على الزوجين الجدد، لدرجة إن لا قدر الله ممكن توصل الخلافات لحاجات ما نحبش إن احنا نذكرها. السبب اللي احنا جايين نقوله النهاردة هو عبارة عن إيه بقى؟ عن إن مفيش لغة حوار لحل الشجار. ازاي؟ طبعا اكيد لازم يبقى في مشاكل، مفيش بيت في الكون ده كله خالي من المشاكل. ممكن تحصل مشاكل والله على كوبايه ميه، يقول لها روحي هاتي لي كوبايه ميه، تقول له لا انا اسفه مش قادره اقوم، فمن هنا تبتدي تحصل المشكله، وممكن توصل لحاجه كبيره جدا على حاجه تافهه جدا. طيب ازاي نقدر نحل الشجار او المشاكل ديت؟ بحاجه بسيطه خالص، ان يبقى في لغه حوار مشترك. بمعنى ان اللي تنرفز على الحاجه التافهه دي هو جوزك، انت تعملي ايه؟ سيبيه، ما تقعديش بقى قدامه الند بالند، لا لا لا، سيبيه خالص لحد ما يهدى، بس تبتدي تاخدي موقف ان انت تقلبي بقى وشك، فهماني؟ وبعد كده تبتدي تقولي له انا عايزه افهم هو في ايه، انت عملت ليه كده، هو انت ليه مكبر الموضوع، وتبتدي تفهمي منه ايه اللي حصل، وتعرفي ايه النقطه اللي ضايقته في الموضوع عشان تبتدي تشرحي له وجهه نظرك وما تكررهاش تاني. طيب لو العكس، لان طبعا الزوج احيانا كتير جدا ما بيقبلش ان الزوجه تتعصب، هي ممكن يكون في حاجه ضغطاها فتتعصب عليه من غير ما تقصد، فيبتدي هو كمان ما يستحملش ويعمل مشكله كبيره. في الحاله دي لو الزوجه اتعصبت وهي مش ده طبعها، انت عليك ان انت برضك هتعمل نفس الشيء. خدها بالراحه، يعني ما تتكلمهاش في وقتها، ما تتخانقش، ما تقفلهاش الند بالند، وبرضك اقلب وشك وروح اقعد في مكان بعيد لما الدنيا تهدى خالص. لو هي جات لك خلاص بتبتدي ان بتسامح وتقول انت ليه طب عملتي كده، ايه اللي مضايقك. لو هي ما جاتش علشان تصالحك وما حسيتش ان هي غلطانه، ابتدي انت روح اسالها عشان انت بتتصرفي كده، ازاي تتعاملي معايا بالطريقه دي، وشوف ايه اللي مضايقها. ولو كانت حاجه مضايقاها غير الموقف اللي حصل، ابتدي تفهمها انه ما ينفعش ان هي لما تغضب او تحصل مشكله تطلع المشكله دي فيك. لغه الحوار يا جماعه مهمه جدا جدا جدا، بجد بتصفي اي شجار اول باول. اما بقى عن تاني سبب بيسبب مشاكل في سنه اولى جواز، فهو تراكم الخلافات، وهو بيختلف عن السبب الاولاني. ليه؟ لان انا بعمل مشكله ورا مشكله ورا مشكله وبشيل وما بقولش اول باول، مما بيسبب ايه بقى؟ ان على اتفه حاجه الطرف من الطرفين بينفجر في الطرف التاني. ودي حلها هيكون ازاي؟ ان احنا اول باول لازم نحل الخلافات اللي بتحصل، ولازم لو في حاجة غلط نبلغها للطرف التاني على طول علشان ما يكررهاش مرة تانية وتبتدي تتكون المشاكل. أما السبب الثالث اللي بيعكنن على الزوجين حياتهم في سنة أولى جواز، وده بيحصل بصراحة من الأزواج أكتر من الزوجات، هو إن بيجي الزوج من بره يطلع قرف الشغل كله في الزوجة المسكينة اللي قاعدة مستنياه، وطبعا ده ما ينفعش خالص. زي ما بتقلع الشوز بتاعك وانت على الباب، وبتقلع هدومك قبل ما تدخل وتغيرها، لازم وانت داخل من الباب بتاع بيتك بتاع عش الزوجية لازم تقلع المود وتغير المود بتاعك تماما. هي ملهاش ذنب في ضغط الشغل، بالعكس اقعد واتكلم معاها، قول لها والله ده النهارده حصل واحد اتنين تلاته. ولازم كل زوجه يا جماعه لما يجي جوزها من بره تستقبله ابتسامه حلوه، وتبتدي تقول له ايه كنت عامل ايه في الشغل، تبتدي تسال عن اهم تفاصيل حياته. ما ينفعش تسيبه كده علشان يفك هو كمان اول باول وما يحصلش مشكله. واياكي عزيزتي الزوجه انك تعملي انت وتبداي بالموضوع، تبقي قرفانه انك قاعده لوحدك طول اليوم او عندك مشاكل في الشغل وطلعيها في جوزك، لان برضه هو عنده ضغوط حياه تانية بره. بشكركم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه جديده من سنه اولى جواز.